السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أول مرة تشاهدنا في هذه القناة فتكرم علينا بضغط زر الاشتراك، فإن اشتراكك في القناة يحفزنا على بذل المزيد من المواضيع. كتبت الإخوانية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان على حسابها في تويتر ما نصه: أفتى الضال المضل عبد العزيز ابن باز بأن الأرض لا تدور، وأن من يقول ذلك فهو خارج عن الملة. توكل كرمان صاحبة المقولة الشهيرة أن الرجل سواء كان ذكرا أو أنثى، يؤمن كثير بأن الرجل كان ذكرا أو أنثى، فالرجل ذكرا كان أو أنثى الآن في هذه المرحلة ما الذي قدمه؟ هذا يعني فالرجل نفس حقوقه مش الخيمة فقط، يعني الخيمة والشارع. ولا نريد أن ندخل في الموضوع اللي طرحته توكل كرمان، لأنها لا تريد المناقشة ولا تريد بحث الموضوع، وإنما أرادت سب الشيخ وهو المنتسب لهيئة كبار العلماء، بعد بيان هيئة كبار العلماء في السعودية عن جماعة الإخوان المسلمين والتحذير منها. فكان رد الجماعة عبر هذه المرأة هي هذه التغريدة منها على حسابها بهذا الأسلوب وهذه الطريقة والتطاول على كبار علماء المسلمين. كانت النكبات تلو النكبات تلاحق جماعة الإخوان المسلمين طوال تاريخها. ودعوني أذكر لكم نكبات جماعة الإخوان عبر التاريخ وأسبابها بالتفصيل، فكونوا معي. يمثل جمال عبد الناصر لجماعة الإخوان بعبعا مخيفا، ففي عهده قتل أهم وأشهر مفكريها سيد قطب، وأودع في السجون كثيرا من شبابها ومثقفيها. ولا تزال الجماعة تذكر تاريخ جمال عبد الناصر بكثير من المرارة. الحاجة اللي يمكن ما يعرفها كثيرا من المتابعين أن جمال عبد الناصر كان من جماعة الإخوان، بل بايع على المصحف والمسدس كعضو في التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، وهو التنظيم الذي لا يدخله إلا من كانت الجماعة تثق فيه ثقة عمياء. وتقرر ضمنا أنا وجمال عبد الناصر إلى الجهاز السري. فيما بعد اتصل بنا صلاح خليفة وأخذنا أنا وجمال عبد الناصر إلى بيت قديم في حي الدرب الأحمر، وهناك قابلنا عبد الرحمن السندي المسؤول الأول للجهاز السري للإخوان. ثم أدخلونا إلى غرفة مظلمة واستمعنا إلى صوت أعتقد أنه صوت صالح عشماوي. وضعنا يدنا على مصحف ومسدس ورددنا خلف هذا الصوت يمين الطاعة للمرشد العام، وأعلنا بيعتنا التامة على كتاب الله وسنة رسوله. عبد الناصر كان من الإخوان، وما كان في بيوتنا وكلنا في بيت. وكان شيخه أستاذه محمود لبيب الله يرحمه، ولكن لما مات محمود لبيب فكان عبد الناصر هو الشخصية الواضحة في الجيش. بعد نجاح ثورة الضباط الأحرار في مصر وتولي عبد الناصر مقاليد الحكم في مصر، زار عبد الناصر قبر مؤسس الجماعة حسن البنا، كما أمر بإعادة التحقيق في حادثة قتل حسن البنا والقبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم، كما أصدر عفوا شاملا عن قتلة الخزندار وعفوا عن بقية المقبوض عليهم في قتل النقراشي، واستثناهم عبد الناصر من قانون حل الأحزاب. وكان سيد قطب هو المدني الوحيد الذي يحضر اجتماع الضباط الأحرار، بل كانوا يحضرون الاجتماع في بيت سيد قطب، ويعطيهم سيد قطب الإرشادات والنصائح الواحدة تلو الأخرى عن أشكال الحكم المقبل. وسيد قطب هو من منح حركة الضباط الأحرار مسمى ثورة وليس انقلاب، بل عبد الناصر عرض على سيد قطب توليته وزارة المعارف فوافق سيد قطب، إلا أن عبد الناصر تراجع عن وعده لسيد قطب، وهنا انقلب سيد قطب على صديقه ودب الشقاق بينهم. وبيكون لنا إن شاء الله حديث موسع وكبير جدا عن سيد قطب وعن حياته
بالتفصيل. ودارت الدائرة على جماعة الإخوان في عهد جمال عبد الناصر، وفي 15 يناير عام 1954 أذاع مجلس قيادة الثورة بيانا مطولا أعلن فيه عن حل جماعة الإخوان واعتقال قياداتها، وعلى رأسهم المرشد العام حسن الهضيبي وسيد قطب وباقي القيادات، لكنه أفرج عنهم بعد ذلك، ثم أعاد اعتقالهم عام 1965 ونفذ جمال عبد الناصر الإعدام في صديقه سيد قطب عام 1966. وتعرض الإخوان في عهد فرد من أفرادهم وعضو من أعضائهم للسجون والإبعاد. وبعد ما يسمى الثورة المصرية وتنحي نظام حسني مبارك وتولي جماعة الإخوان مقاليد الحكم في مصر، وبذلك يكونون وصلوا إلى قمة ما يريدونه وما يخططونه من 80 سنة. وفي 12 أغسطس عام 2012 تفاجأ العالم بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ مصر، حين عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، ثم اختار رجل لم يسمع العالم العربي والإسلامي باسمه بل لا يعرفه كثيرا من المصريين، فعين مرسي اللواء عبد الفتاح سعيد حسين السيسي، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع، فعين وزيرا للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ورقاه إلى رتبة فريق أول. وبعد قرابة سنة تكرر نفس سيناريو جمال عبد الناصر. جماعة الإخوان رحبت بشكل بالغ بتنصيب السيسي، فقد نشر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين موضوعا بعنوان عبد الفتاح السيسي وزير دفاع بنكهة الثورة. ولعل صلة القرابة بين عبد الفتاح السيسي والقيادي الإخواني الشهير عباس السيسي كانت إحدى المؤشرات التي استدل بها البعض على انتماء وزير الدفاع الجديد. وفي 13 يونيو عام 2013 أعلن السيسي عزل مرسي وتعطيل الدستور وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، ثم قام باعتقال مرسي بعد الإطاحة به من الشعب المصري، ومات في سجنه يوم الاثنين 17 يونيو عام 2019. كما اعتقل السيسي مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين ومات أيضا في سجنه، كما اعتقل مرشد الإخوان محمد بديع ومات أيضا في سجنه. وتم اعتقال الرجل الأقوى في الجماعة خيرة الشاطر وأقفل مقراتها وأعلن أنها جماعة إرهابية. وأعاد السيسي ما فعله عبد الناصر بجماعة الإخوان وأشد، لذلك ردت الجماعة ومشرديها بحملة إعلامية هائلة على الرئيس السيسي. ولا أظن أن رئيس مر على مصر كانت ضد حملة إعلامية هائلة من السخرية والاستهزاء كما مر على الرئيس السيسي، تحمل في ظاهرها السخرية والاستهزاء وفي باطنها الألم والمرارة. فبعد أن كانت الثمرة استوت وحان قطافها وصارت في متناول اليد، وفي لحظة ضاع كل شيء وتحول الحلم إلى كابوس. فما سبب النكبات التي حلت على الإخوان؟ وما سبب عقوبة الله لهم؟ وكل ما وصلوا لما يريدون عادوا للمربع الأول. خلونا ناخذ الأسباب بشيء من الاختصار. الجماعة سارقة للأموال من الدرجة الأولى، فهم أكبر وأشهر من يسرق تبرعات ضعفاء المسلمين بشتى الحجج وتحت كل اسم وتحت كل شعار. بعطيكم مثال واحد. نبيل نعيم من أوائل العرب الذين ذهبوا إلى أفغانستان وتعرض في مصر للسجن لسنوات طويلة، منها 10 سنوات متصلة في سجن انفرادي. يقول عما شاهده من جماعة الإخوان من سرقتهم للتبرعات أيام أفغانستان. الإخوان متواجدين في دول الخليج من الخمسينات، كل الجمعيات الخيرية وكفالة اليتيم وسنابل الخير وسنابل الشر وجوز مراتك وطلق مراتك وهات جزمة لمراتك وهات عباية لمراتك، كل دوت تبع الإخوان. يلموا لم ومحدش بيحاسبهم الفلوس راحت فين. سيطروا على هيئة الإغاثة الإسلامية في جدة، وهيئة الإغاثة دي ميزانيتها ولا ميزانية فرنسا. المشروعات اللي بتعملها هيئة الإغاثة كلها بيشرف عليها الإخوان. فين الرقابة على الحاجات دي؟ 50 سنة مفيش رقابة. لما احنا كنا في أفغانستان مفيش
اخواني دخل ضرب طلقه جوه، يجي الحد بيشاور يمسك هيئه تعمير افغانستان تسرق 90% منها. وانا هحكي لك حكايه، واحد جه راح مأجر فيلتين في بيشاور جنب الفيلا بتاعتي انا وايمن، وصوره الملك فهد ويافطه جنبها هيئه تعمير افغانستان برعايه خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز، ده من هيئه الاغاثه اخوان. اتعمل له ميزانيه، فاحنا قلنا له ايه لما لقيناه فتح بقى كده، رحنا قلنا له احنا عندنا كام اخ كده اللي ايديه مقطوعه واللي رجليه مقطوعه واللي عينيه طايره، خدهم شغلهم معاه. قال هاتوا لي 10، جبنا له 10، اللي ماسك محاسب واللي ماسك مش عارف ايه واللي ماسك ميكانيكي بعد شهر قالوا ايه، انا عارف اسمه مش عايز اقوله يعني، قالوا ابن الكلب ده احنا نقتله. بقول لهم ليه؟ قالوا لي ده عامل بند عماله غير منتظمه، كل شهر 1000 عماله غير منتظمه بيقبضوا الواحد $300، يبقى كام دولار بيقبض في الشهر؟ $300,000. قالوا ما فيش عماله منتظمه ولا غير منتظمه، مش اللحم. يقوم كاتب كده تاجير لوادر وبابور زلط وتاجير $20,000، ما بيأجرش حاجه، مفيش غير عربيته، ويقعد يعمل بنود في الهوا وكلها في الاخر يصرفها لنفسه. مسكوا التعليم، المدارس مسكوها في افغانستان، اللاجئين مسكوها في افغانستان، كل حاجه. الدواء كان يجي ايمن قال لي بيسرق وطردوه عشان بيعترض، كان ماسك الهلال الكويتي في بيشاور، الاخوان مسكوا الهلال الكويتي وطردوه. بقول له طردوك ليه؟ قال لي بيسرقوا الدواء. فطبعا الاموال دي كلها بتستثمر بره، يعني منبعهم الخيرات والتبرعات اللي تصير. ايوه يا سيدي الفاضل، انا كان معايا اخ مهندس كان شغال عندكم في الكويت هنا، فساب الكويت وجه معانا في افغانستان واتحاصرنا في خوست. كنت انا في معركه، كنت قائد معركه اسمها خوست، وحصل حصار ومفيش اكل، فكنا مخبيين ذره، فقلت طب نطلع الذره بس ما حدش يولع، كلوه كده نايم عشان الولعه هيحصل قصف على المكان الولع. فكان هو قاعد جنبي ساعتها، انا وهو في المغاره مستخبيين، فبقول له يا جلال حد يسيب الكويت ويجي للغلبين، يا ابني احنا ما ورناش غير الفقر والسجن. فراح قال لي انت عارف انا سبت الاخوان ليه؟ بقول له ليه؟ قال لي عاملين، انا كنت شغال هناك وعاملين جمع التبرعات للمجاهدين الافغان واليتامى. قال لي جايبين صور بقى لعيال صغيره وناس رجليها مقطوعه، واحد ماشي على عكاز، ونشرينها يعني في المسجد وهيلموا تبرعات. قال لي ادوا مراتي 12 غويشه ذهب صيني، واول ما نفتح باب التبرعات تقلع ال 12 غويشه وترميهم، الله اكبر. تقوم بقى الكويتيه الغلبانه بقى تقوم قلع الذهب الحقيقي بتاعه. قال لي حسيت ان انا غشاش، قلت انا لا انا اروح اجاهد احسن. فهم ماسكين هيئات الاغاثه، المشاريع بتاعت هيئات الاغاثه، الجمعيات الخيريه، ده 50 سنه ما حدش بيراقبهم، واشتغلوا في الكويت واشتغلوا في السعوديه واشتغلوا في الامارات واتفتحت لهم ابواب الخير. وقد يقول قائل هذا زمان مضى، ولعل الجماعة عدلت كثير من تصرفاتها. نذكر لكم مثال آخر. كتب الدكتور عبد الله النفيسي في كتابه الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية ما نصه عبر لجنة التلاعب بالمسلمين وأخذ أموالهم بشتى الحجج، ثم لا تصرف على ضعفاء المسلمين ولا على أراملهم ولا على فقراءهم ولا على أيتامهم، مع أن هذه الأموال جمعت لهؤلاء الضعفاء والمساكين. كيف تريدون أن يوفق الله جماعة ويسددها للخير وهي تفعل هذه الأفعال؟ هناك كتاب ظريف لطارق السويدان بعنوان فن جمع التبرعات، وإذا كانت التبرعات تؤخذ بشعار وتصرف على أهداف أخرى فهذا أظنه فن لا يجيده إلا الإخوان المسلمين. ولما جاءت الأحداث في سوريا كانت مثال على الكذب الصريح الواضح في جمع التبرعات وصرفها لجهات أخرى. شخص يطلب تبرعات لمصاحف لكنه لا يأخذ مصاحف وإنما يريد أموال. ولعل أشهر حادثة كانت في سوريا هي جمعية اسمها ساند، زكاها كثير من مشاهير الدعاة وطالبوا الناس ببذل أموالهم لهذه الجمعية. الشيخ سليمان جبيلان، ما رأيكم في جمعية ساند في تركيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن عند اللاجئين السوريين في هذه المدينة، تفاجأت بعدم وضوح حسابات مالية لجهة تسمي نفسها ساند وتعمل في غاية اللاجئين السوريين في تركيا، وتأكد لي عدم مصداقية الحسابات ووضوحها والشفافية بل والشبهة التي تدور حولها. أنا وبعض المشايخ، لست وحدي، المشايخ المعروفين يعرفون هذا، فأرجو في هذا اليوم يوم 7/5/1134 19 مارس 2013 أن يسارعوا في نشر هذا الخبر، ولهم أجر والله سيدعو لهم عند الكعبة. بعد يومين مسافر عند الكعبة بكل خير في الدنيا والآخرة، حتى تصل التبرعات إلى اللاجئين السوريين بغير طريق شبهة أو مساهلة. أرجوكم ابعثوا هذا التويتر أرجوكم. وللأسف إذا أوقف من يطلب جمع تبرعات بشكل غير رسمي يخرج على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليتباكى على منعه عن جمع التبرعات، وهو لا يعطي للناس كشف بأين ذهبت أموالهم. بهذه الأموال الضخمة بل الإخوان إمبراطوريات مالية، وأشهر أباطرة المال عند جماعة الإخوان هو يوسف ندى المقيم في سويسرا، والذي أسس بنك اسمه بنك التقوى، ويقع مقر هذا البنك في جزء
جزر البهاما المجاورة لأمريكا. وسبب اختيار الإخوان لهذه الجزر لأن هذه الجزر متاح بها العمل على نظام الأفشور في العمليات المصرفية والاستثمارية من دون مراقبة الحكومات، يعني يغسلون أموال ويأخذون أموال ولا يستطيع أحد يسائلهم من أين جاءت وكيف صرفت. الأمر الثاني في سبب عقوبة الله لجماعة الإخوان المسلمين هو الكذب والدجل والتلفيق. وبذكر لكم عدة حوادث من باب الاختصار، وإلا الحوادث أكثر من أن نحصيها. حادثة محاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام 54 واللي تسببت في نكبة الجماعة وسجن كثير من أفرادها وتشتت كثيرا من عوائل شبابها. كانت الجماعة تعلن أن هذه الجريمة ملفقة عليها، وأن مخابرات عبد الناصر هي من دبرتها لتفكيك الجماعة ومطاردتها، وأنهم حمائم سلام ودعاه إلى الله ولا يحبون العنف. وبعد الثورة المصرية وتنحي حسني مبارك ووصول الإخوان المسلمين إلى حكم مصر، اعترفوا صراحة أنهم من قام بمحاولة اغتيال عبد الناصر والحادثة المشهورة بحادثة المنشية. حادثة المنشية، محاولة اغتيال جمال عبد الناصر المنشية. أو أنا أقول يعني لا أنا يعني الذي أرى أن هذا أمر مسؤول عنه هنداوي دوير ومجموعته 4-5 هم الذين دبروا هذا الأمر. والذي يعرف هنداوي دوير وأنا أعرفه وجلست معه مرارا، وأن هذا نوع من تفكير النظام ده كله قائم على عبد الناصر، فإذا زال عبد الناصر انتهى النظام. هذا تفكيره. يعني ايه عبد الناصر يحتاج الى رصاصة يضربها واحد يعني يديد اطلاق الرصاص ينتهي النظام ويسقط. كتاب أيام من حياتي للإخوانية الشهيرة زينب الغزالي اللي روت فيه قصة تعذيبها في السجون المصرية أيام حكم عبد الناصر، وذكرت فيه ما يشيب لهوله الولدان. وبسبب هذا الكتاب انتشرت أفكار التكفير، وبسببه حمل كثير من الشباب السلاح غاضبا كيف تعذب نساء المسلمين بهذا الشكل. تقول زينب الغزالي في كتابها هذا أنه تم جلدها 500 جلدة 6 مرات، يعني 3000 جلدة، و250 جلدة مرة واحدة، وتعليقها على أعمدة الحديد والخشب 11 مرة، وضربها بالسياط مرات متفرقة قرابة 46 مرة، ووضعها في غرف مع كلاب مسعورة 9 مرات، وتركها بلا طعام ولا شراب 6 أيام متتالية، وإدخالها زنازين الماء 5 مرات، وغرف النار 3 مرات، وإحضار وحوش بشرية حاولوا فعل الفاحشة بها 3 مرات. المسؤولين عن السجون المصرية استغربوا هذه الرواية وهذه الحكاية. نعم أنها مسجونة، وكان سبب سجنها أنها تنقل رسائل الإخوان من داخل السجن إلى خارجه، وكأن جمال عبد الناصر ما قام بثورته إلا ليطاردها ويلاحقها. وبعد عام 2011 وزوال حكم حسني مبارك ووصول الإخوان المسلمين إلى حكم مصر انكشفت الكذبة. أبو العلا ماضي المنشق عن جماعة الإخوان ومكون له حزب الحالة قابل الملياردير الإخواني يوسف ندى اللي تكلمنا عنه قبل شوي. المقال لأبو العلا ماضي كان بعنوان بيننا وبينكم بيوم الجنائز، كان يمدح فيه عبد الناصر ويذكر الجنازة الهائلة اللي خرجت أثناء تشييع جمال عبد الناصر، وكان الملياردير الإخواني يوسف ندى يعترض على هذا الكلام. ولما جاء الكلام عن عبد الناصر وعن تعذيبه للإخوان في سجونه سأله أبو العلا ماضي بالنسبة لروايات الإخوان نستطيع أن نقول أنها كانت صادقة بأي نسبة؟ ويا ريت تخصص الحديث عن الروايات الواردة في كتاب أيام من حياتي. فانفجر ندى ضاحكا وقال أنا مؤلف هذا الكتاب. يؤكد إدريس كانت صدمة أبو العلا هائلة حسب ما روى لي، فسأله أبو العلا ماضي كيف تؤلف وأنت مقيم في سويسرا كتابا يحتوي على كل هذه التلفيقات عن الرجل وأنت بعيد عن تفاصيل أحداث عام 1965 التي تحدث عنها الكتاب، أليس هذا محرما دينيا؟ وجاءت الصدمة الثانية عندما رد يوسف ندى اللي تغلب به العب به. خذ حادثة ثانية أكثر مرارة، كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للشيخ الإخواني الفلسطيني عبد الله عزام رحمه الله تعالى. هذا الكتاب طارت به الركبان وسارت به الأخبار، يحتوي على كمية هائلة من الكرامات التي حدثت للمقاتلين في أفغانستان في مواجهة
الاتحاد السوفيتي. ذكر عبد الله عزام في هذا الكتاب غرائب من الكرامات لم تحدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رجال الصدر الأول من الإسلام، منها أن العقارب والحيات تقاتل مع المسلمين، وشهيد يقوم ويسلم على أبوه، وخيول بيض وطيور بيض. ولا أظن من عاصر أيام الجهاد الأفغاني إلا اطلع على هذا الكتاب أو سمع عنه أو قرأه. وبعد كل هذه السنين نسمع رواية عصام دراز المقرب من أسامة بن لادن، والذي ألف كتاب بعنوان العائدون من أفغانستان ما لهم وما عليهم، وفي الفصل الثامن منه تحت عنوان الكرامات وسلبيات التواجد العربي يقول دراز في كتابه: لقد اختلفت مع الشهيد الدكتور عبد الله عزام في هذا الموضوع، وبدأت بجهد ذاتي أبحث عن الحقيقة بحياد وإخلاص، وأستطيع أن أقول إنني وصلت إلى نتيجة خطيرة، وهي أن موضوع الكرامات في أفغانستان هو صناعة عربية، وإذا كانت قد حدثت بعض الكرامات والله قادر على كل شيء فهذا شيء مختلف تماما عما ذكره الشهيد عبد الله عزام في كتابه. لقد جلست مع مجاهدين تحدث عنهم عبد الله عزام، وجلست مع مجاهدين عاشوا في جبهات القتال سنوات طويلة، وكلهم دون استثناء واحد قرروا أن ما ذكر في كتاب آيات الرحمن كان ضربا من ضروب المبالغة، وأن بعضهم راجع الدكتور عبد الله عزام في هذا الأمر، وهناك من ناقشوه وعاتبوه على هذا الكتاب، بل هناك من اختلف معه بشدة، إلا أن الشهيد عبد الله عزام وهو أكثر واحد كان يعرف أن معظم ما كتبه فيه مبالغة ومعظمه لم يحدث أصلا، يرى أن المبالغة مطلوبة لكي يحبب الناس في الجهاد الأفغاني، ونجح في هذا الشق وهو تحبيب الناس في الجهاد الأفغاني وبالتالي دعمه بالمال. ولقد أطلق بعض الشباب المجاهدين على موضوع الكرامات بأنه أعظم فكرة لجمع التبرعات، فهو مشروع مالي ناجح. وللأمانة أقول لقد قمت باستقصاء عن الموضوع بنفسي، والتقيت بأكثر من 100 مجاهد عربي وأفغاني وسألتهم سؤالا واحدا: هل شاهد كرامات في أفغانستان؟ كانت الإجابة بنسبة 100% أنهم لم يشاهدوا، ولكنهم سمعوا مجرد سماع، الكل سمع ولا أحد شاهد. ولعلنا سمعنا قريبا أيام أحداث رابعة عن نزول جبريل على رابعة، وفي أحداث سوريا عن خيول بيض تقاتل وملائكة تنزل، وكلها من هذا الباب. فهل ينصر دين الله بالكذب؟ اشتهرت جماعة الإخوان بإسقاط علماء المسلمين وخصوصا علماء السعودية والطعن فيهم ووصفهم بعلماء الحيض والنفاس وعلماء السلطان، ويصمتون عن الحق ويقولون بالباطل. فكانت عقوبة الله لهذه الجماعة أن ابتلاهم الله بأردوغان، فكانت عقوبة الله لجماعة الإخوان شيوخها ودعاتها ومثقفيها وكتابها، ابتلاهم الله بأردوغان، فبرروا له كل شيء تتخيله وأحيانا لا تتخيله، فأباح الزنا وأخذ عليها الضرائب، مما يعني تحليل أمر محرم بنص القرآن، فصمت علماء ومثقفين وشيوخ جماعة الإخوان. وأباح زواج الشواذ فصمتوا، وتفاخر بالعلمانية ودعا لها وحث عليها مع أنهم يصنفون أنفسهم أكبر محاربي العلمانية وصمتوا. وتعامل مع إسرائيل وأقام معها أوثق العلاقات والصلات وتعاون معها في جميع المجالات وصمتوا. وسلم المسلمين الصينيين الهاربين إلى تركيا إلى حكومة الصين وصمتوا. وسلم الأحوازيين العرب الهاربين إلى تركيا من بطش النظام الإيراني إلى حكومة إيران لتقتلهم وصمتوا. وبعدما حدث ما يسمى الانقلاب في تركيا، وفي بيانات رسمية من وزارة الداخلية التركية، وتعرضت النساء المحجبات في تركيا لأكبر عمليات الاعتقال والسجن لم تحدث في أكثر عصور العلمانية تطرفا في تركيا حدثت في عهد أردوغان وصبته. فتم اعتقال أكثر من 17,000 امرأة محجبة، معهن أكثر من 700 رضيع و150 طفل لم يبلغوا عامهم الأول. ومع ذلك صمت الإخوان المسلمين اللي كانوا يسبون علماء المسلمين في أقل من هذا بكثير، بل وصفوا أردوغان بالخليفة والغيور على حرمات الله والمحب
والمحب لدين الله والناصر للإسلام وأمل المستضعفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما موقف أردوغان في سوريا في هذا الحالة سالفة، وجعل من السوريين مرتزقة يقاتل بهم في ليبيا وفي أذربيجان الشيعية ضد أرمينيا النصرانية، هذا سالفة ثانية. كل هذا حدث وعيون الإخوان ترى وآذانهم تسمع، ولا زالوا يتهمون علماء المسلمين بأنهم علماء سلطان ويصمتون عن الحق ويفتون بالباطل. كل هذا التاريخ المليء بالنهب والسرقة والكذب والتلفيق، إذا عاقبهم الله على سوء صنيعهم وعلى سوء أفعالهم قالوا ابتلاء، وهكذا الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أما تستحون؟ هل كان الأنبياء يسرقون؟ هل كان الأنبياء يكذبون؟ وحاشا لأنبياء الله ورسله أن يكونوا مثل هؤلاء. وأقولها باختصار، إن الإنسان قد يسرق وقد ينهب وقد يكذب ويعرف أنه مخطئ وأنه مستحق للعقوبة ومرتكب أمرا محرما قد يستر الله عليه ويصل إلى مبتغاه وحسابه على الله. أما هؤلاء فهم يسرقون باسم الله ويكذبون باسم الله وينهبون باسم الله، فحاشا لله أن ينسب هذا له ولدينه ولسنة نبيه. ولذلك كل ما سعت هذه الجماعة إلى أمر فسد ولا يصلح لهم مشروع، وتسعى دائما إلى حتفها بظلفها. لا تنسانا من الاشتراك في القناة ومن وضع اللايك والتعليق والتواصل معنا على حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.